في مباراة العرضيات وفي ماتش الأهلي كان بيلاعب فيه النص التاني من اسم النصر للتعدين، واللي ما كانش عندهم أي نية أو فرصة للنصر. الأهلي بيفوز برباعية فكرتنا برباعيات زمن اللعب الجميل. دخل الأهلي ماتش التعدين بخطة اللعب المعتادة وهي 4-2-3-1. في حراسة المرمى أوليفر إكرامي، 4 في خط الدفاع محمد نجيب ورامي ربيعة في القلب، على يمينهم الجوكر أحمد فتحي، وعلى شمالهم صبر رحيل. 2 في وسط الملعب عمرو السولية والكابتن حسام غالي، قدامهم 3 في القلب المدفعجي عبد الله السعيد، على يمينه الحاوي وليد سليمان، وعلى شماله ميدو جابر، تحت مهاجم وحيد الدبابة كولوبالي. كان واضح جدا ان فريق التعدين بيلعب على التعادل وانه ياخد نقطة من الماتش، وبيحاول يأخر الجول الاول للاهلي على قد ما يقدر. التعدين نازل من اول دقيقة بيعتمد على دفاع المنطقة من بعد خط نص الملعب، مع الاعتماد على المرتدات اللي كانت مجرد على الورق وملهاش اي وجود على ارض الواقع. اما الاهلي في الماتش ده قرر ان كل لعبه يبقى لقدام عشان يخلص الماتش من بدري وباكتر من جول، وحاول انه ما يقعش في نفس المشاكل اللي وقع فيها الماتشين اللي فاتوا، واللي كان سببها الرئيسي ان المكسب بيتأخر، وخصوصا مع الفرق الدفاعية اللي بمرور الوقت بتاخد ثقة اكبر وبتقفل دفاعاتها اكتر واكتر. على المستوى الهجومي لعبنا ماتش من احسن الماتشات اللي لعبناها في الفترة الاخيرة. طول الوقت كنا بنعمل ضغط قوي وجماعي من قدام، وما كناش مدين لعيبة التعدين اي فرصة انهم يخلوا الكرة في رجليهم او يطلعوا بيها من نص ملعبهم، وطول الماتش كنا احنا اللي ماسكين الكرة وبننقل براحتنا وواخدين الاستحواذ. لكن في بعض الاوقات وتحديدا في الشوط الاول ما كانتش الخطورة اللي بنعملها في نفس مستوى الاستحواذ، فكان بيتحول لاستحواذ سلبي ملوش اي لازمة. ومن وجهة نظري ان اهم ميزة كانت عند الاهلي هي تنويع اللعب، يعني ما كناش بنعتمد على لاعب واحد او طريقة معينة للوصول للجول، وكنا بنخترق من العمق ومن اليمين ومن الشمال، فكان من الصعب جدا على لاعيبة التعدين انهم يقفلوا دفاعاتهم. بما ان فريق التعدين كله بيكون متراجع في نص ملعبه لما الاهلي بيكون ماسك الكوره، وبما ان في الوقت ده ما بيكونش فيه اي لاعب من التعدين في نص ملعب الاهلي، فكان بيتقدم واحد من قلبين الدفاع والتاني بيأخر عشان نعمل كثافة هجومية وزيادة عددية نتغلب بيها على عدد المدافعين الكتير اللي واقفين من التعدين. اما في حالة الدفاع كنا دايما مضيقين المسافة بين خط الدفاع ونص الملعب عشان ما نديش لعيبة التعدين اي مساحات يتحركوا فيها، ونقضي على اي امل عندهم في المرتدات ونقطع الهجمة من بدايتها. في ماتش التعدين لعبنا في نص الملعب بالسولية وغالي، وكان لازم واحد من الاتنين يقوم بدور اللاعب اللي بيقطع الكورة ويعطل اي هجمة علينا، يعني من الاخر يقوم بدور حسام عاشور اللي افتقدناه في ماتش الجيش، واللي حسينا من غيره ان كان في ستارة قدام خط الدفاع واتشالت والدفاع كله كان مكشوف. وفي ماتش التعدين كان الاقرب للدور ده هو السولية، لان عنده اللياقة والسرعة اللي تساعده انه يأدي في المكان ده، واللي كان واخد ادوار بالزيادة ومهام هجومية اكتر هو حسام غالي. شفنا اكتر من مرة وليد وميدو جابر بيدخلوا لقلب الملعب عشان يفضوا مساحة على الاطراف لانطلاقات فتحي ورحيل، وبكده نكون ضربنا عصفورين بحجر، عملنا كثافة عددية جوه منطقة الجزاء وفي قلب الملعب، وبقى من السهل علينا ان اي كرة في العمق نقدر ناخدها، وكمان فضينا مساحة للباك اليمين والشمال انهم يتحركوا براحتهم على الاطراف ويلعبوا العرضيات وهم مستريحين. الجملة دي لما كانت بتتعمل المساحات كانت بتوصل لدرجة الشوارع على الاطراف، والعرضيات ما كانش ليها عدد، وبشوية تركيز كنا نقدر نعمل حفلة اجوال. لما تكون بتلاعب فريق طريقة لعبه بتعتمد على الدفاع وتضييق المساحات وبيهتم انه ما يدخلش فيه جول اكتر من انه يجيب جول، في الحالة دي بيكون اكتر لاعب ممسوك في الملعب هو المهاجم، وصعب جدا انه يهرب من الرقابة، وساعتها الحل هو اللعيب اللي جاي من تحت، لان محدش بيكون شايفه وعنده حرية التحرك، وكمان بيكون جاي بوشه للجول وكشف الملعب كله، وسهل عليه انه يتصرف بالكرة زي ما هو عايز. لازم حد يفهم اللعيبة ان من ضمن الحاجات اللي ممكن تتسبب ان يدخل فينا جوال ونخسر ماتشات هي الكرات الثابتة، يعني مش شرط تكون من كرة ملعوبة. احنا بقى اللعيبة بتاعتنا بتدخل بتهور وبتعمل فاول في اي حتة في الملعب وما بيفرقش معاهم المكان، وكأننا بمجرد ما عملنا فاول كده خلاص الهجمة انتهت وبقينا في امان. في فرق بيكون بالنسبة لهم الفاول على حدود المنطقة زيه زي ضربة الجزاء، لان عندهم اللعيبة اللي بتعرف تستغلها، وبعدين الفاول التكتيكي بيكون في نص الملعب او كرة متطرفة، لكن فاول على حدود المنطقة ده لا مؤاخذة ملوش اي علاقة بالتكتيك. في كل حلقة بعملها بيضحكني جدا ردود افعال الزملكاوية وتعليقاتهم على الحلقة، وفي منهم اللي بيكون زعلان عشان بجيب سيرة الزمالك. طب ما انت عندكم برامج تحليل بتغلط في الاهلي ليل ونهار وبسبب ومن غير سبب.
البرنامج ده وظيفته مش مجرد تحليل ماتشات، لكن كمان الدفاع عن الكيان والرد على اي حد بيتكلم عن الاهلي. وبعدين انا هخليني معاك للاخر وهفترض ان كل ضربات الجزاء اللي انت بتقول انك اتظلمت فيها اتحسبت لك، كان زمانك موجود فين دلوقتي في جدول الدوري؟ اقول لك انا، كان زمانك دلوقتي اقصى حاجه بتنافس على المركز الثاني، ويمكن لان المركز الثاني كان زي ضلك لفترات طويله في تاريخك فلازم تزعل عليه كده. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، شير في الخير. ولو عندك اي تعليق او كوميك سيبه على هاشتاج الكرة مع زدان وهينزل معانا الحلقة الجاية. اشوفكم على خير.